بمكون واحد وبربع ساعة بس رح نعمل اليوم أزكى صينية بطاطا بالدجاج. رح يطلع معنا الدجاج كتير دايب ومستوي، طعمها جدا مميز وفخم، وقدمتها هون أنا مع صلصة الثوم. أول إشي عندي رح أحط تشكيلة عندي من البهارات، وأهم مكون هون رايحين نضيفه هو معلقة كبيرة عندي من بهارات الكاجن، أعطتني طعم أكتر من مميز لهاي الصينية. ورح نضيف عنا توم مهروس وعصير الليمون وزيت الزيتون، ورح نحرك كل هاي المكونات مع بعض. بالصحن رح أضيف عندي البطاطا والبصل، رح أحط عليهم نص الكمية ورح أخلطهم كتير منيح بالخلطة. بعدين باقي الخلطة عندي رح أحطها على الدجاج، استخدمته عن حبة دجاج كاملة وزن كيلو و200 جرام. رح نفركها كتير منيح بالخلطة، وبعدين عندي بصينية الفرن رح أحط طبقة عندي من البطاطا وطبقة عندي من الدجاج وأصفهم كتير منيح، وبعدين أغطيهم وأحطهم بفرن حامي على حرارة 200 مدة ساعة ونص وصحتين.